السلام عليكم ورحمة الله. أنا جيت. تخيل معايا تصحى الصبح تلاقي روبوت بيعمل لك القهوة، التلاجة بتبعت لك نوتيفيكيشن بتقول لك الحياة اللي ناقصة ايه والحياة اللي المفروض تجيبي. التليفون أول ما فتحته لقيت قائمة بمواعيدك النهاردة. كل الأجهزة دي فيها ذكاء اصطناعي أو AI. ال AI أو الذكاء الاصطناعي ده كله بيخدمك أنت. تخيل برضه صحيت رحت الشغل لقيت مديرك في الشغل للروبوت. صعبة دي صح؟ هقول لك الفرق بين النوع الأول والثاني وإزاي تكون من النوع الأول وتستغل الذكاء الاصطناعي لصالحك أنت بالطريقة الصحيحة. تعال، أولا لو أنت عندك خبرة في مجال الذكاء الاصطناعي فأعتقد الفيديو ده مش ليك. تعال يا صديقي نتكلم بشكل عام عن الذكاء الاصطناعي إيه؟ لو قلت لك تعريف الذكاء الاصطناعي هو بالتحديد كذا كذا فأنا بكذاب أو ده هبل، لأن هو مجال واسع ما أقدرش أعرفه بالتحديد، لكن ممكن نقول إن هو فرع من علوم الحاسب. طب إيه هدفه؟ هدفه إن هو يقدر يتعلم أو يفكر أو يتخذ قرار زي العقل البشري أو قريب من العقل البشري، أوقات بيكون أحسن من العقل البشري طبعا. الذكاء الاصطناعي مش مجرد أوامر بنديها له خلاص، لا، ال AI ممكن يتعلم من البيانات، يفهم ويتخذ قرار ويتطور مع الوقت. زي ما قلت لكم في الأول إن الذكاء الاصطناعي ده مجال واسع، علشان كده هو ليه كذا قسم. العلماء قسموه لثلاث أجزاء أو ثلاث أقسام. أولا القسم الضيق، ده النوع اللي موجود حوالينا دلوقتي، بيكون شاطر جدا في مهمة واحدة بس لكن ما يعرفش يعمل غيرها، زي جوجل ترانسليت. وزي اليوتيوب لما بيقترح عليك الفيديوهات شبه اللي انت بتحبها، لو في فيديو طبخ ضغطت لايك بتلقى في فيديوهات طبخ كتير بتبتدي تظهر لك، لكن لو طلبت منه حاجة برا تخصصه مش هيعرف. تاني نوع وده الجنرال AI أو الذكاء الاصطناعي العام، ده بقى بيحاول يخلي الآلة تفكر زي الإنسان في أي حاجة، مش بس شاطر في الترجمة أو الصور، لأ، ممكن يفهم أي مشكلة ويتصرف. وده لسه العلماء شغالين عليه ولسه ما وصلناش له بالكامل. النوع الثالث الذكاء الاصطناعي الفائق أو السوبر AI، ده مستقبل بعيد. تخيل جهاز ذكي أكتر من الإنسان في كل حاجة، تفكير وسرعة وتحليل وإبداع، وده اللي فيه قلق كبير لو تفوق على الإنسان، لأنه ممكن يستخدم ذكائه في حاجات خطر لو ما تراقبش كويس. وده النوع اللي كان سبب في إني أعمل الفيديو لما قلت لكم إن ممكن حد يعمل فيديو بصورة أحمد وبصوته ومؤثرات كل حاجة، أنت تشوف الفيديو هو طبيعي ده أحمد، لكن ده مش أنا أو مش الشخص اللي في الفيديو. زي اللقطة اللي ظهرت أو لسه هتظهر في الفيديو لو لاحظتها، ده ما كانش أنا. تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو بيستخدم في إيه؟ الذكاء الاصطناعي بقى بيستخدم في مجالات كثيرة جدا، زي مثلا الصحة، تشخيص الأمراض من الأشعة، وروبوتات في العمليات الجراحية والتنبؤ بإصابة المريض. في التعليم في منصات بتحدد مستواك وتعلمك حسب مستواك، وفي تصحيح الامتحانات اوتوماتيك، ده كله فيه ذكاء اصطناعي طبعا. التجارة زي التوصيل بمنتجات أمازون، أنت لو دخلت تشتري وليكن سماعة بيقول لك فلان اشترى مع السماعة دي المايك ده فأنت ممكن تشتريه. التوصية دي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي. الأمن، الكاميرات الذكية والتعرف على الوجوه، ده كله فيه ذكاء اصطناعي. مزايا الذكاء الاصطناعي بيوفر وقت وجهد وبيشتغل بدقة وسرعة وبيستخدم قرارات سريعة، بينفذ شغلانات خطيرة أو صعبة، وبيساعد في اتخاذ قرارات بناء على تحليلات ضخمة. التحديات بقى أو المخاطر بتاعة الذكاء الاصطناعي فقدان الوظائف، زي ما أنا قلت لك إن هو بيوفر وقت وجهد وبيشتغل بدقة وسرعة. لو الآلة عملت شغل الإنسان ناس ممكن تخسر شغلها، لأن أنت ببساطة لو صاحب مصنع ممكن الروبوت يشتغل بدون أجازات ومش بيتعب وسريع ودقيق. الخصوصية، بياخد بيانات كتيرة جدا عنك، علشان كده دايما بنحذر إنك تبعت صورك لنماذج يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخه في الكلام. لنماذج زي تشات جي بي تي أو غيره، خصوصا البنات. وفي النهاية يا صديقي الذكاء الاصطناعي مش مجرد تكنولوجيا، ده طريقة نفكر بيها ونعيش بيها ونتعلم بيها. سلام.